يا الله يا بها، البيت قايمة قيامته من ورا مشكلة سارة وجواد. طيب حبيبي، شو فيني نساعد أنا؟ طول بالك لا ترجع جوري، نفهم منا شو الموضوع وبعدين بنشوف لكل حادث حديث. طيب خير إن شاء الله. طيب حبيبي، بدي أسألك سؤال. شو مشان جنان ونزار؟ يعني حسيتي عندها قبول ولا شو؟ بعدين بنحكي بالسيرة، هلأ بس بدنا نحل مشكلة. طيب حاولي تعرفي، ولا أقول لك اسأليها بشكل مباشر، لأنه نزار مستعجل وما ضل معه وقت. خلص ما تاكل هم، أنا اليوم بفهم منها وبخبرك. أوكي انتبه على حالك ها، الله معك حبيبي، باي باي. شو بدنا نعمل؟ شو هالمصيبة اللي اجتنا هلا؟ قال شو بدي اطمن عليكم قبل ما اسافر، اما طلعت لنا هالمشكلة. انتي بتعرفي وين راح جواد هلا؟ لا والله ما بعرف. تعي وين رايحة؟ تعي قعدي هون، قعدي لشوف. احكي لنا شو صار من طقطق لسلام عليكم، بدي اعرف كل شيء بالتفصيل. إيه أنا ما فيني أقول لهم إنه ضربها مشانهم، هيك رح تكبر المشكلة أكتر ورح أتقلع من شغلي. هي بنتي وين صفنتي؟ عم تقول لك احكي لنا. أنا ما بعرف شيء، وقت اللي صارت القصة أنا كنت بالمطبخ عم اشتغل. جواهر، نحن كلياتنا بنعرف انه انت ما بتفوتك فايته، بقى احكي عليكي الامان اختي. بصراحة كانت عم تحكي عليكم، والأستاذ جواد ما هان عليه وضربها. أماني لا تحرجوني أكثر من هيك، ما عاد فيني أحكي ولا أي حرف تاني. نحن بنعرف طول عمرها سارة بتحكي علينا، بس شو صار هالمرة يعني؟ اختي بتكون متقلي العيار شوي، واخي جواد ما هان عليه. أنا رح ساوي لكم شيء تشربوه. عم تحكي علينا ومقوية العيار كمان. الله يستر، الله يسوق لجوري. اي والله بدنا نطمن شو القصة. يا رب. يعني بنقول إن شاء الله خير. يا رب عيدك. يا سارة اقصري هالشر، قومي تعي روحي معي على بيتك وخليها تنحل بقى. هيك ببساطة مستحيل دوس عتبة بيته بعد اللي عمله. شو بيقول لي ماما؟ أنا مالي قايمة بواجباتي كزوجة. جواهر هي اللي عم تعمل له كل شيء، شكله معجب بجواهر يروح يتجوزها الله يهنيه. هذا حكي تعصيب، ما بتنقاس عليه حياة زوجية كاملة. يا سارة احكي لك كلمة خالته أم حازم. والله أنا مو هاين علي إنه ضربها، يعني أبوها اللي هو أبوها بعمره ما مد إيده عليها، يقوم هو يضربها؟ لا والله ما بقبل. يي علينا، جبناك يا عبد المعين لتعين شبه خالي أم حازم. طيب أنت سيد مجدي احكي لك شي كلمة. وجدي أنا اسمي. طيب أنت سيد وجدي احكي لك شي كلمة. خلص سارة، خلصنا بقى. الو. ايه انا لساتني عند الجماعه. ايه يلا بحكيكم بس اطلع. ماشي باي باي. لساتها عندهم مو قادرة تحكي. خالتي دقي لجواد الله يرضى عليكي. والله يا خالتي دقيت له ليك وجاي على الطريق. والله المدام سارة ما بعرف يعني ما ناقصها شيء، وآخر دلال لك اتخيلوا الكاسة ما بتشيلها. أما الأستاذ جواد والله العظيم ما في منه هسلامته، مدللة آخر دلال ما بعرف. جواهر خلص حطي من ايدك وروحي على المطبخ. حاضر. ما بعرف، شفتي؟ هي اللي بفوت الغريب على بيته وبيفرش قدامه اسراره. يخرب بيتها، مو معقولة، من أول ما طلعت من عندها وحطيتها على المقلاية ويلا بربر. نعم مشان هيك ما بحب العالم تفوت، والله عالم غريبة بتصير تفوت على البيت. يا الله وينك يا جواد، والله ناطف قلبي على ما افهم شو السيرة. يلا إن شاء الله. ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير. لك مشتهي منك نظرة حب لإلي، لك إذا تأخر على الغداء بتنطره. قول هيك من الأول، عم تروح لعند إخواتك حبيبي يعبوا براسك، هدول المعنسين أبصر ليه بعد ما صار عمرهم هالعمر مو قبلانين يتجوزوا. لسانك بدي قصه إذا بسمع سيرة إخواتي على لسانك.
أخي جواد، القصة كبرت من فراغ. يعني أنت معك حق تنزعج، بس يعني ردة فعلك كانت كتير قوية ورحت للأقصى. هي إنسانة ما بصير تنضرب. بعرف هالحكي، بس أنا متفاجئ كيف ضربتها. يعني ندمان؟ يعني ما كان بيصير ضلني مد إيدي عليها أضربها. الندم شعور بيقتلنا. لحتى نصفي روحنا لازم نعترف بغلطنا. إيه، وهي ما صدقت على الله وتركت البيت وراحت. معها حق. يعني بالأخير زوجها أبو بنتها اللي بتعتبره سندها بالحياة مال وضربها. شو بدك إياها تعمل؟ هذا اللي صار. تسمع مني؟ لا تبيت السيرة. اليوم المساء بتروح بتراضيها وبترجعها. هذا أبوها لسارة، عمي من الإمارات. ألو، أهلين عمي. يا هلا. طول بالك، ليش الغلط؟ طيب عمي طول بالك دقيقة بس لأحكي معك. مأمن عليها عندي، بعرف إنك مأمن عليها عندي، بس عمي عمي هي غلطت بحق أخواتي. سكر الخط بوشي. عصب عليك؟ عصب وبس، مسح الأرض فيني بالكلام. هالثانيتين صار. معلش، لا تاخذ على خاطرك منه. بالأخير هو أب وبعيد، خايف وقلقان على بنته. تفضلي. سلم ايديك. دقيقة بس مش اخذ التمر. تفضلي. انت معك متعودين دعاء. صحة وهنا. شكرا. تفضلي خالة. يسلموا. اكيد ما حدا على باله صح؟ تفضل. سلمون، بدك توطي ايدك والله شوي. مرقني استاذ؟ يسلموا حبيبتي، شكرا. صحة وهنا. أخي لا تاخذ على خاطرك من عمك، يعني بتعرف هو مسافر وقلبه على بنته. شو قررت هلا؟ عيب هيك تضل مرتك ملحوشة ببيت أهلها هي وبنتها. نحن بعيلتنا ما عنا هيك قصص. أنا ما لحشت حدا. أخي بصراحة أنا رحت لعند سارة. عن جد؟ شو قالت لك؟ وليش رحتي؟ أخي شلون يعني ما بدك يعني روح؟ يو ما بدنا نفهم شو السيرة؟ هو فهمتي؟ لا والله ما قدرت أفهم شي، بس بيني وبينك شكلها سارة ناوية على الطلاق. شو؟ طلاق؟